السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في كامل الصحه والعافيه. ومرحبا بكم معايا في وصفات نعمه، فيديو جديد اليوم غنصايب معكم اللوبيا. اللوبيا البيضاء هي اللي غتكون الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله، اللي زوينه بزاف. وملي كنقولوا شهر 12 شهر واحد كنتفكروا القطاني، واليوم غادي نحضر معكم اللوبيا. شحال هادي ما طيبتها. عندي هنايا البنات نص كيلو ديال اللوبيا اللي فزقتها في الماء، باتت ليله كامله، يعني كنقيها وكنغسلها وكنفزقها وكنخليها الليله كامله كترطب. ودابا كنحيد الماء وكناخذ غير اللوبيا بوحدها. كنحتاجوا ليها 2 حبات ديال المطيشه، 2 حبات ديال البصله، 4 الفصوص ديال الثومه، وعندي كاس لاروب ديال الزيت المائده، وعندي معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه كبيره ديال التحميره. وعندي البنات نص معلقه صغيره ديال القرفه. القرفه البنات كتجي رائعه، كتجي زوينه فيها اللوبيا، كتجي زوينه. والبنات اللي بغى يدير فيها التقليه هكا يدير التقليه، انا ما كنبغيش فيها التقليه، تيبغوش ليا فيها التقليه غنديرها غير بوحدها. دابا البنات غناخذ طنجره وغندير فيها المكونات اللي عندي كاملين. غادي ندير الزيت اللي عندي، اللي بغا يدير البنات زيت الزيتون يدير زيت الزيتون. صافي البنات، دابا غادي نحط هادشي تيتشحر مزيان فوق البوطه. البنات نسيت ما قلتش لكم الملح، ضروري الملح البنات كيبقى على حسب الذوق ديالكم. دابا البنات غنخلي هاد الشرموله كتشحر مزيان، نحركوها وكنخليوها حتى تشحر. كنخليوها البنات تتشحر مزيان، وغنديروا اللوبيا حتى هي وغنخليوها حتى هي، نخليوها حتى هي بحال كنشحروها حتى هي مع ديك الشرموله، وكتشرب من داك الشرموله مزيان باش كتجي بنينه. هي الطريقه كتبقى تختلف. انا عارفه السيدات تبارك الله ما شاء الله كلهم كيعرفوا يطيبوا اللوبيا ويعرفوا يطيبوا يعني كل شيء، غير هي الطريقه كتبقى كتختلف ديال الطبخ. في جميع الانواع ديال الطبخ كله طريقته. دابا البنات كناخذ اللوبيا، والبنات نتوما كما كتلاحظوا ما عندي اللوبيا المكركبه ماشي ديك الطويله، هاد المكركبه كتجي بنينه وما كتحلش هنا ملي كطيب. ديك اللي كتكون طويله يعني ملي كترطب كتولي كبيره في الحجم ديالها، وملي كنبداو نطيبوها كتحل ما كتجيش زوينه. دابا البنات غنخلي ديك اللوبيا حتى كتشرب لينا مزيان ديك الشرموله. هانتوما البنات كما كتلاحظوا، وديك نص معلقه اللي درتها البنات ديال القرفه جربوها بالقرفه، خليوها ليا في التعاليق البنات. اللي جربتها تخليها ليا في التعاليق، كتجي رائعه البنات، غير جربوا تشوفوا كي غتجي. هانتوما البنات كنا نخليوها كتشرب ديك الشرموله، داك الحبات كيزيدوا كيتنفخوا صافي كنحركوها مزيان. دابا غادي نزيد دوك الفليفلات وغادي نمرق البنات. ساهله اللوبيا، يقدروا الولاد يوجدوها. دابا غندير 2 فلفلات، ضروري الفلفله في اللوبيا والعدس كيعطيو واحد المذاق زوين للوبيا والعدس. انا لما كانت عندي الفلفله ما كنطيبهمش، سوا حاره لما كانت عندنا الحاره وكاين يعني الحلوه نديروا الحلوه نقطعوها ونلوحوها مع العدس ولا مع اللوبيا، كتعطيهم واحد المذاق زوين للوبيا والعدس. انايا هنايا عندي حاره درت الحاره، لما كانتش حاره وكنت غنطيبهم كانت غير الحلوه كندير الحلوه. دابا البنات غادي ندير هنايا تقريبا غير 3 الماء باش كتغطى لينا ديك اللوبيا مزيان بالبلول، باش ما نبقاوش كل مره نزيدوا يعني الماء وكتبسال لينا الحاجه. كنمرقوهم مره وغنخليها حتى تغلى ونقص البوطه ونملى الطيب ونرجع معاكم. دابا البنات انا خليت اللوبيا ديالي كطيب، غنوجد واحد الشليضه. عندي هنايا 2 مطيشات، وعندي بصيله صغيره وخياره ونص ديال لافوكا.
دابا البنات لافوكا ملي كنبغي نقيها مثلا قسمت على جوج، كنت غندير غير النص، كناخذ هذه اللي فيها النص اللي فيه العظم وكنخلي العظم. الا كانت عندي لافوكا يعني طيبه باش ما تهرش ليا لافوكا تبقى صينه، كنخليو العظم يعني كاين في الوسط لافوكا حتى كنقيوها. هانتوما معايا كتشوفوني كيفاش غندير ليها باش كتبقى لينا يعني ما كتخسرش لينا من في التنقيه ملي كنبغيو نقيوها، خاصه ملي كتكون بحال هذه طايبه مزيان. المهم انايا كنبغي هكا، كنت كندير مع الحوت. ما درت لهم الحوت البارح، شويت لهم الحوت البارح درتهم شوي. اليوم غندير لهم اللوبيا وغندير معها غير شلاضه. ضروري كندير مع الحوت ولا شلاضه باش كتهرس داك الجهد ديال ديك اللوبيا. هانتوما البنات لقيت لافوكا يعني وما تهرست ما والو، كبقات صاينه. دابا البنات لافوكا موجوده، نديروها في شلاضه، نديروها في العصير. الثمن ديالها ما كيتزاوش 15 درهم صافي. وكناخذها وغادي نقطعها بهذا الشكل هذا، نقسم على جوج ونقطعها بهذا الشكل هذا. كنخلي لنا شلاضه شويه طريفات ديالها يعني كبار باش كياكلوها غير بالفرشيطه. نقطعها بهذا الشكل. انا اي حاجه درتها كندير معها شلاضه، والو غير اللي كنديروا شلاضه. حاجه وحده اللي ما كنديرش مع البنات شلاضه هي الكسكسو. من كلشي كندير معها شلاضه، الحوت المرقه كلشي. انا ما كانتش شلاضه البنات، ما كانش الوان فوق الطابله، ما كاين والو. البنات الشليضه ديالي صيبتها بهذه الطريقه هذه. قدمت على طباصل يعني فرديين كل التفصيل ديالو. صافي البنات، وعصرت عليها شويه ديال الحامض من الفوق، شي شويه ديال الملح، شويه زيت الزيتون. هادشي اللي كندير في الشلاضه انا البنات، ما كندير فيها لا بزار لا كمون لا والو. وهاللوبيا ديالي حتى هي وجدات، هي طابت يعني وشربت داك البلول وبقى داك البلول خاتر وزوين. صافي دابا غادي نقدمها يعني في صحن التقديم. هانتوما البنات خاصها تجي بهذا الشكل هذا، ما كتكونش يعني جاريه وما كتكونش يعني ثقيله عاود بزاف، كتجينا بهذا الشكل. كيكون داك البلول اللي فيها كيكون خاتر، وما نديروش ثاني ناشفه. كانت ناشفه البنات كتجي ثقيله وما نقدوش ناكلوها، تكون شي شويه فيها شويه البلول بحال هكا. ونحطو الفليفلات حتى همايا كيجيو معها زوينين. وكان هذا هو الغدا ديالنا البنات، نتمنى يعجبكم، نتمنى تعجبكم الطريقه ديال اللوبيا بالقرفه. كتجي غزاله وكتجي زوينه بزاف، وكنديرو هكا تزيين يعني كيبقى اختياري. انا كيعجبني ندير لها هكا شويه ديال المعدنوس من الفوق. وكان هذا هو غدانا البنات، كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوا الطريقه ديال اللوبيا. وهنايا كنقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو قادم بحول الله.